ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. محاضرة الليلة بعنوان فضل الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. استحضروا ليه يا جماعة؟ كل إنسان فينا ينوي أن يكون شهيد. ينوي أن يكون شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تخيل، من سأل الله الشهادة بصدق. اسأل الله دائما بصدق، قل يا رب أموت شهيد في سبيلك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الصحابة كانت بتتنافس على الشهادة مع الحبيب المصطفى، واحنا في زماننا هذا رضينا بالحياة الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تعودوا أو ترجعوا إلى دينكم. بقينا أذل، رضينا بالحياة الدنيا من الآخرة، أحببنا البقاء في الدنيا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. انفروا، ربنا عز وجل يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيله. ولكن الجهاد طبعا له شروط، مش اي حد يروح يجاهد، لابد يكون تحت رايه امام عادل قادر على رفع رايه الجهاد، حتى لو ممكن بنفسه في التهلكه. يعني ينفع كده واحد ياخد روح يقول لك راح اجاهد لوحده كده؟ لا، لازم تكون تحت رايه امام عادل قادر على رفع رايه الجهاد. اللهم وحد صفوف المسلمين. وجاءت ايات كثيره جدا في القران تحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله، من أجل نصرة الله ورسوله، من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية، من أجل نشر الإسلام، من أجل حماية الأرض والعرض والوطن والدين. يا سلام، أفضل عمل في الدنيا الجهاد يا جماعة. أفضل عمل الجهاد في سبيل الله. شوف ربنا بيقول لنا إيه في سبيله؟ شو الآية؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هتشوف ده ميت، اوعى شيء ميت، اوعى. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا سلام. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، يرزقون عند ربهم الشهداء. وفي أخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورة البقرة. إنها في سورة آل عمران بل أحياء ولا أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الشهادة في سبيل الله معناها إيه لما توحد الله؟ معناها إن دمك بيشهد لك، ونفسك بتشهد لك، وجوارحك بتشهد لك إنك قتلت ومت من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. تخيلوا إن ربنا عز وجل في كتابه قارن منزلة الشهداء مع النبيين. تخيلوا، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ومن معهم الثلاثة والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم. هنعيش في الدنيا كمثال وبعدها نموت. صدقوني، أجمل موتة وأحلى موتة وأحسن موتة أن تموت في سبيل الله، وأن تموت وأنت تدافع عن دين الله، وأن تموت وأنت تريد أن ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجمل موتة في الدنيا الشهيد. اسمع كده وشوف الحبيب قال لنا ايه صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو في سبيل الله، عايش في الدنيا عمره ما غزو، وكمان ايه؟ ولم تحدثه نفسه بالغزو.
يعني مرة ما قعدش مع نفسه نفسي أموت في سبيلك يا رب، نفسي يا رب في الشهادة، عمر ما نفسه قالت له كده. مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله، والعياذ بالله. وهذا حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كان يغتنمني، يقول يا رب نفسي أكون شهيد في سبيلك، يا رب نفسي أكون مع النبيين والصديقين والشهداء، نفسي أكون مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم موت الشهادة في سبيل الله. اسمع ما ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، بعدها يا جماعة وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. طب اسمع كده الآية في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أصلك أنت بتبيع أعز شيء بتملكه في الدنيا اللي هو إيه؟ نفسك. بتبيعها. من المشتري؟ الله. من البائع؟ المؤمن. الثمن الجنة، السلعة النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله. يقاتلون في سبيل الله. اسمع بقى الجزاء: فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بعت نفسك لله واشتريت الجنة واشتريت نعيم الله عز وجل. ما من أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا من يا جماعة؟ إلا الشهيد. يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله كم مرة؟ 10 مرات. لما رأى من فضل الشهادة. إن الشهيد يأتي يوم القيامة بدمائه اللون لون دم والريح ريح مسك. وفي الصحيح أن الشهيد يغفر له ما قدم من ذنوب من أول قطرة دم، ويجر من عذاب القبر، ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج ب70 حورية من الحور العين. وفي الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الله. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أمر أبيض. الله على الموت. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وأن ندفن في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان الصحابة بيتنافسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله. غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حنين وغزوة تبوك وغزوات ضد اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير وفتح مكة وفتح خيبر. الصحابة كانوا بيتنافسوا. وبعد ما النبي مات صلى الله عليه وسلم الصحابة تنافست على الجهاد في سبيل الله. فتح بلاد اليمن وفتح بلاد الشام، موقعة اليرموك، موقعة القادسية، فتح نهاوند. وكمان في عصرنا الحديث المسلمين والمؤمنين تنافسوا على الجهاد في سبيل الله. موقعة حطين، موقعة عين جالوت، موقعة العاشر من رمضان، 14 رمضان. كل هذه المعارك تدل على أن الأمة ما زالت بخير أمة الحبيب المصطفى. وإذا توحدت على كتاب ربها وعلى سنة نبيها لا تستطيع أمة أن تقف أمامها. لقد انتصرنا على المغول والتتار في عين جالوت لما توحدوا، وانتصرنا على الصليبيين عن بكرة أبيب في موقعة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وانتصرنا على اليهود ومعهم الغرب في العاشر من رمضان، وحطمنا الجيش الذي لا يقهر لأننا كنا نقاتل ونقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبتي في الله، علينا أن نسأل الله في هذه الأيام أن يبلغنا منازل الشهداء، وندعو الله بصدق أن يحمي غزة وأن يحمي المسجد الأقصى. نسأل الله في هذه الأيام أن يوحد قلوب المسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين حتى نكون أمة واحدة وقوة واحدة نقف أمام اليهود الظالمين والنصارى الغاشمين لنرفع راية الدين وندافع من أجل ديننا الكريم الذي جاء به النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا أن نجاهد في سبيل الله وأن ندافع عن ديننا وعرضنا وأموالنا وأبنائنا بأنفسنا وأموالنا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.